اي حد عايز يشتري اي باقة لازم يتفرج على الفيديو ده. النهارده هقول لكم على نصايح لازم تبقوا عارفينها قبل ما تشتروا اي باقة في لعبة افاتار وورلد. يعني ازاي ناخد 2000 اي دبليو كوينز بسعر اقل. و هاي كوينز عارفه ان المقدمه كانت غريبه، بس خليني اقول لكم بالظبط ايه في معنى الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع النهارده لاي حد هيشتري اي باقه جوه اللعبه هقول لكم ازاي نقدر ناخد ب 150 جنيه بس. نقدر ناخد 2000 اي دبليو كوينز. وما تقلقوش ده مش الشهري، يعني هقول لكم ازاي نشيل كلمه شهري، وهقول لكم كمان على افضل حاجات تشتروها في لعبه افاتار وورلد. هنقسم لتلات فئة للناس اللي بيحبوا عايزين يشتروا حاجات عن الكاركترز بتاعة اللعبة وعايزين يشتروا اللبس للعبة، والفئة التانية اللي هي الديكورات، والفئة التالتة وهي البيوت. طبعا هقول لكم برضو في النهاية على حاجة برضو مهمة تتفرجوا عليها. وبس خلينا نبدأ على طول في الفيديو، مش عايزة اتأخر عليكم. يلا طب ايه طبعا مع انا هقول لكم من تجربتي الشخصيه، اوكي هنشوف دلوقتي مع بعض. واول باقه عندنا هي الباقه دي، زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا. الباقه دي فيها ملابس وفيها رسمات عيون جديده، عشان كده بنصح اي حد ان هو يشتريها. دي اول باقه، طبعا هي دي نزل جديده مع تحديث المول. وتاني باقه هي نزلت بيجي كمان معاها اكسسوري وايتمز تحفه قوي، وكمان ميك اب ولبس شكلهم كلهم حلو قوي، فعشان كده بنصحكم ان انتوا تشتروها. تاني حاجة عندنا وهي البول بارتي. زي ما انتم شايفين البول بارتي حلوة، لان بيجي معاها نمش وبيجي معاها رسمات للعين، لا مش رسمات للعين، بيجي معاها رسمات للحواجب وميك اب، وكمان اساس حلو قوي وملابس خطيرة كتير، حوالي 76 لبس. طبعا يا جماعة وحابة اقول لكم برضو ممكن تشتروا ال30 شخصية، هنظن حاجة هتحتاجوها جدا بحوالي كده 30 شخصية ب 300 اي دبليو كوينز، فحبيت اقول لكم. تمام، زي ما قلت لكم فيها ميك اب وملابس، فعشان كده بقول لكم حلوه. زي ما قلت لكم برضو اهي 30 شخصيه. انا اصلا الباقه دي بتاعت 30 شخصيه انا مشترياها، طبعا هحتاجها، فبنصحكم برضو تشتروها ب 300 اي دبليو كوينز او حسب بقى السعر معاكم، بس انا كانت عندي 300 اي دبليو كوينز غالبا. تمام. وهي دي. طبعا دلوقتي بقى خلينا نروح. زي ما شايفين بقى دول باقي الحاجات. المهم دول حاجات انا كنت قبل كده اشتريتها، فلو عايزيني ابقى اعمل لكم ريفيو عن الحاجات اللي انا اشتريتها في لعبه افاتار وورلد فاكيد هبقى اعمل لكم. وطبعا مع الاوتفيتس دي بتبقى 100 من الاي دبليو كوينز، فبنصحكم تشتروها اللي هي زي دي ودي، لان دول كلهم بيساعدونا علشان مثلا لو انتوا مثلا خلصتوا السيكريتس واخدتوا 100 اي دبليو كوينز مثلا مش عارفين تعملوا فيها ايه، فتاخدوا اوتفيتس مقابل 100 اي دبليو كوينز. بجد حاجه خطيره جدا. زي ما شايفين عندنا هنا بقى دول، طبعا تقدروا تاخدوها لو انتوا عايزين تاخدوا الباقة بتاعت البيبيز وكده، لو انتوا مهتمين. كمان الباقة دي شكلها حلو قوي، اول ما اشحن ان شاء الله هبقى اديها ليكم. كمان هعمل لكم فيديو لو شحنت، مش اخر مره كنت عايزه اعمل لكم فيديو لو شحنت بس ما ينفعش. وبس. كمان يا جماعه الباقة دي انصحكم جدا ان انتوا تشتروها، لان الباقة دي جميله جدا. زي ما انتوا شايفين فيها ملابس اربع تسريحات شعر اللي اتنين للبنات واتنين للولاد. وطبعا يا جماعه في باقه تانية اللي هي بتاعه الصالون، لو عديت جنبها بقى اوريها لكم. بيبقى فيها ميك اب هبقى اوريها لكم. وعندنا دي كمان فيها تسريحات حلوه و فيها ملابس حلوه، ولكن يعني بينك قوي، مش ما اظنش كلنا نحبها. عندكم بقى هنا دول كملابس بقى تشتروا كازينات حاجات للبيبيز وكده. و عندنا دول مش مين بس. اوكي دلوقتي بقى خلينا ننتقل الى نمبر 2، وهي آم، اللي هي الاساس. يعني هقول لكم على افضل الاساسات اللي ممكن نشتريها. في البدايه عندنا ناتشر تشيك. طبعا هو شكله مش حلو قوي كبيت، بس يا جماعه جالاكسي البيت شكله من بره حلو قوي قوي وبجد جميل، ولكن زي ما قلت لكم يعني ان الاساس اللي فيه هيبقى ضخم قوي على اي بيت تاني، فما اظنش ان هو هيفيدكم جدا. فعلى ما اقول لكم كده يعني لو عايزين تشتروه بس كشكل بيت تمام، بس هو كعفش يعني اساس يعني جواه مش قد كده. طبعا يا جماعه بديل دي عندنا ده. انا مش عارفه انا بتكلم عن ايه، بس خلينا نتكلم شويه عن البيوت. طبعا تقدروا تشتروا بديل دي بابل جلام، وباقي البيوت بقى اللي هنا كلها بجد بجد بلا استثناء واحده خطيره. طيب نيتشر تشيك دي معاها عشان هي ملهاش اشكال، بس الاساس بتاعها حلو قوي. يعني مثلا بنصحكم ان انتوا تشتروا دي اللي هي اوضه النوم والمطبخ. قلت لكم ازاي برضو نعمل مطبخ مجاني زي ده، تمام، بس بالمجان. فبس برضو حبيت افكركم واقول لكم. طيب ما عندنا دول عادي anyways.
زي ما انتوا شايفين برضو انا اول عشان ان شاء الله هشتريهم عشانكم. تمام. وده شايفين اصلا كنت مشتريه اغلبهم، انا مشترياهم يعتبر. طبعا عندي ده هشتريه بصراحه لانه ليه لا، شكله حلو، بس يعني مش عارفه بقى بعد التصوير دلوقتي. لا المهم ويا جماعه قولي لي اشحن ولا لا، عشان بجد نفسي اشحن، عشان المفروض دي كانت تبقى هديه عيد ميلادي. عيد ميلادي كان في شهر 4 اللي فات بقى، اللي هو اللي فات، ولحد الان لسه ما جبتش هديه، فانا بجهز. تمام. وغالبا هشتري باك من هنا فقولوا ايه رايكم. وبس كده يا كوينز، اتمنى تكونوا يعني بعض ما استفدتوا. وده شايفين دايما الباقة دي حلوة. وبالنسبة للباقة دي فانا بنصحكم ان انتوا تشتروا يعني براحتكم بصراحة دي لايك. بس اخر واحدة خالص في الباقة اللي هي دي خطيرة بجد. يعني لما هشحن ان شاء الله هبقى اشتريها. عشان غسالة اطباق، بس بصراحة غسالة اطباق شكلها وحش، فغالبا هشتري التانية، معرفش. المهم وعندنا دي في البيت ده. بصراحه البيت ده ما فيهوش حاجه جامده ولا حتى شكله، فزي شايفين دي اللي انا بنصحكم بيها، بجد شكلها حلو قوي وروبوتس كيوت. ف يلا بينا. طبعا يا جماعه الباقه اللي كنت بكلمكم عنها شايفين عندنا الباقه دي. طبعا يا جماعه الباقه دي هي اللي كنت بكلمكم عنها، دي فيها رسمات عين جميله وكمان ميك اب. يعني لو تقدروا تشتروا البيت كله طبعا حلو، بس لو ما قدرتوش زيي اشتروها حوالي 600 اي دبليو كوينز. بجد فيها رسمات عين جميله، هي نفسها رسمات عين الباترفلاي دي فيها حلوه قوي. وبس كده بقى خلينا ارجع لكم. ودلوقتي عند الحته اللي انتوا كلكم مستنيينها، وهي ازاي نقدر ناخد ب150 الفين اي دبل كوينز. اول حاجه عندنا هنا سبسكرايب، يعني انا لازم اعمل لها سبسكرايب. هقول لكم لا انه انت مش مجبره تكملي الشهر، يعني انت هتاخدي تدفعي عادي جدا كانها باك عاديه، تاخدي 2000 اي دبل كوينز وتاخدي 150 جنيه. تمام عادي جدا. بعدين تيجي مكتوب هنا كانسل اني تايم، يعني تقدري تعملي كانسل في اي وقت واي لحظه. تمام. تدخلي بقى جوه الكانسل اني تايم دي، تدخلي جوه كانسل اني تايم. هقولك بقى تعملي ايه بالظبط. اول ما تاخدي 2000 اي دبليو كوينز وهما ياخدوا منك ال 150 جنيه قبل ال 30 يوم اللي هيعدوا، لازم تعملي الخطوات اللي انا هقولها لك. وده طبعا يا جماعه مع سبسكرايب، وانا عملتها مره واثنين وثلاثه، فانا عاملاها كتير جدا جدا، ما تقلقوش. يلا بينا بقى نطلع من بره اللعبه واقول لكم على كل حاجه. يلا بينا. اوكي، في البدايه زي ما انتم شايفين هنا كده هندخل جوه بلاي ستور، وفوق خالص عندنا العلامه بتاعتنا اهي، بندوس عليها وهندخل جوه payments and subscriptions. هي دي يعني بالعربي الاشتراكات و payments دي بقى. تمام مهما كان معناها. المهم دلوقتي هتدوسوا على subscription، هتلاقوا هنا افاتار وورلد. بقى هقولكوا هتعمل ايه، عشان اصلا ما يعني جربتها قبل كده وكنسلتها من زمان ونسيت اصور لكم، معلش. فهقولكوا انا اصلا عاملاها كنسل زي ما مكتوب هنا. هقولكوا بقى ازاي بقى يعني نجهز كل حاجه، ما تقلقوش. اول ما تدخلوا هقولكوا ان انتوا عاملين سبسكرايب لافاتار وورلد، هتدوسوا عليها. هقولكوا انت عايز تعمل كنسل، هتقولوا يعني يعني هتدوسوا على كنسل دي يعني. بعدين هيقولكوا غالبا كده على سبب الكنسلنج بتاعكم في واحده بيبقى معناها يعني بالعربي معناها ان انتي مش بتستخدمي البوكه دي كتير، عشان كده انتي عايزه ترجعيها. وبس كده بتضغطي عليها ويعمل لك دن. بس اهم حاجه تتاكدي ان 2000 اي دبليو كوينز وصلولك عشان ما يرجعوش كل حاجه. وبس هي دي الطريقه. اتمنى تكونوا استفدتوا. اي حد استفاد حطوا لايك وسبسكرايب شير كومنتس. وبس كده اتمنى كلكم تكونوا استفدتوا في الفيديو بتاع النهارده، وحطوا لايك لو انتوا استفدتوا، واكتبوا لي في الكومنت لو عندكم اي استفسارات. وبس كده يا كوينز، باي.